اعمل ايه لما اجي اشتري الماتسوبيشي لانسر البومه وانقي انهي موديل او انهي فئه؟ البومه تعتبر من العربيات السيدان الناجحه قوي في مصر، وليها عشاقها وجماهيرها كتير وخاصه من الشباب، عشان العربيه دي اي تعديلات بتليق عليها. لو ركبت لها جنط وفاميه العربيه شكلها بيتحول. البومه في منها ال 1300 العاده وال 1300 الاوتوماتيك وال 1600 الاوتوماتيك العادي وال 1600 الاوتوماتيك السي في تي. لما اجي انقي واشتري يا باشا بقى اشتري انهي موديل وانهي فئه. صلي بينا على النبي. وانت بتنقي يا باشا هتنقي الموديلات الخليجي اللي هي السعودي او الاماراتي او الكويتي، بعد كده تشتري الوكيل، بعد كده تشتري الاردني. طب ازاي يا باشا اعرف ان العربيه دي سعودي او اماراتي او كويتي؟ هتنزل يا باشا على القايم اللي جنب كرسي السواق، هتنزل على القايم كده تحت، هتلاقي تيكت كده محطوط على عربيه اسود مكتوب عليه هذه العربيه طبقا للمواصفات السعودي او الاماراتي او الكويتي او الوكيل المصري او الاردني. ليه جيب الخليجي وما جيبش الوكيل؟ عشان الخليجي الخامات بتاعت التقفيل بتاعتها والتكييف بتاعها وصبغه البويه او اللون بتاعتها اقوى من العربيات الوكيل المصري. ولو هتجيب الموديل هات الموديل ال 1600 وابعد خالص عن الموديل ال 1300، عشان ال 1300 صاحبه ضعيف ومع تشغيل التكييف العربيه بتقلب بطه بلدي، فانت بتشتري هات الموديل ال 1600. ويحبذ تجيب السوبر اكشن اللي هي بتنزل بفتحه سقف وسبويلر خلفي وجنط 16 وفرونت ليب وعتب جانبي وديفيوزر، ومن جوه التابلو بيبقى فرش جلد مع ابانوس فاتح. بعد ما تسمع المعلومتين الحلوين دول يا باشا وتستفاد، ما تنساش تدعي لنا يا اما بالبي ام يا اما بالمرسيدس او ايهما اقرب.